ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل مع بعض الشاورما باللحمه المفرومه بطريقه سهله وبسيطه ومش هتاخد وقت خالص. اول حاجه كده انا حطيت الطاسه بتاعتي على النار وحطيت فيها حته ليا ضاني كده مع سمنه بلدي. وهقلبهم كده لحد ما يسخنوا، وبعدين هنزل باللحمه المفرومه واديها تشويحه لحد ما تاخد لون الشوي كده، وانزل بالبهارات بتاعتي اللي هكتبها لكم دلوقتي على الشاشه. وكمان هنزل بالخل والصويا صوص واديهم تقليبه كده مع بعض. وبعد كده هكون مجهزه بصل، الكميه بقى بتاعتك خالص اللي انت تحبيها، وطماطم يا دوبك بس تقلبتين، ورشه بقدونس، والطحينه بتاعتي اخر حاجه كده هنزل بيها وهديها تقليبه. وخلاص كده الشاورما جهزت معايا في اقل من 10 دقايق. هنبتدي بقى نعمل السندوتشات مع بعض. بجد طعمها تحفه وما خدتش اي وقت، تقدري تعمليها في اي وقت. لو انت مش عارفه تعملي الغدا ايه، بجد طريقتها سهله جدا. هستنى تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. وبألف هنا بس كده.